بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إن شاء الله ربي بيسعد صباحكم ومساءكم وكل أوقاتكم. يا ربي لك الحمد والشكر. عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. اليوم طالع أشكر كل شخص وقف معي، وحتى طالع أشكر الناس يلي نشرت عني بالسوء، لأنه رب العالمين الحمد لله رفع ذكرنا بالخير. كم مرة صار معك شغلات واعتبرتها هي شر إلك وطلعت هي خير إلك؟ والله هذا اللي صار معنا. يا ربي لك الحمد والشكر. زاد الخير وزاد الشغل وزادت محبة الناس، وزاد الحمد لله رب العالمين ألفة الناس بالنسبة إلنا، والناس والأشخاص والاتصالات يلي اجتنا من اليمن ومن السعودية ومن مصر ويمنيين من هولندا، من كل مكان يتصلوا لنا: يا معلم يا معلم يا معلم يا معلم. كيف بدنا نرد الجميل؟ خطرت ببالي مبادرة سميتها محبة الناس هي رزق من عند الله، ومحبة الناس رزق ما بيتعوض، وهذا فضل من رب العالمين وكرم من عند رب العالمين. لذلك أنا حابب رد الجميل، هي رد جميل هي المبادرة لكل شخص وقف معنا يوم الأزمة، لأنه الأيام الحلوة بتمر والأيام الصعبة بتمر والأيام القاسية بتمر، كله بيمر. بس سبحان الله أيام بهالأيام هي ببين معك مين اللي محب ومين الصاحب ومين يلي أكل عندك ونكر المعروف ومين يلي ما بتعرفه وكان أكثر من أسد وأكثر من جبل وقف معنا. لذلك أنا عملت مبادرة هون سميتها محبة الناس كنز، فزعة أسد ابشر بعزك. كل مين شخص وقف معنا ولو بمنشور ولو باتصال ولو رسالة، ولو يلي شافوني بالطريق وصاروا يعانقوني ويبوسوني وبالجامع وبالمسجد وين من كان. الحمد لله نحن بيتنا ما هدي ومحلاتنا ما هديت، لا أنا ولا أولادي. كل يوم استقبال ناس محبين واتصالات، ويا معلم شو نساوي ويا معلم شو نعمل ويا معلم شو نعمل. قلت لهم ما في شيء، الله والله غالب على أمري ولكن أكثر الناس لا يعلمون. والله الله رفع ذكرنا أكثر وأكثر من فضل رب العالمين. أنا مو من متابعين زيادة الفيسبوك وهالشيء، بس عم يخبروني بالصفحة رح توصل لل10,000 متابع زيادة من بعد الترند هذا. يعني سبحان الله، عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. لذلك الشخص البسيط والمؤثرين وأي شخص لو ساهم بمنشور على صفحته خلال أول يوم الأزمة وثاني يوم الأزمة وثالث يوم الأزمة، ابشر بعزك فزعة أسد وفزعة جبل. والله إذا كان عندك خال صار عندك خالين، إذا كان عندك عم صار عندك عمين، إذا كان عندك والد صار عندك والدين، إذا كان عندك أخ زادوا إخواتك أخ هو أنا. عندك عرس ابشر بعزك، عندك موت ابشر بعزك، عندك مرض ابشر بعزك، عندك وجعك بيوجعنا، فرحك بيفرحنا. تبعت لي على الماسنجر وبتجي لعند أولادي، موجودين أولادي بالحي السياسي وموجودين بشيخ التجار يلي بشارع جمال، بتجي لعندك ابشر بعزك فزعة جبل وفزعة أسد. بيلزمك شي بالعرس، بيلزمك صالون، بيلزمك سيارات، بيلزمك فزعة، بيلزمك رجال تجي توقف معك بعرسك، نحن موجودين بفضل الله. بيلزمك أي فزعة تخطر ببالك ابشر بعزك. معك مرض ما منفلتك، لو كان على منشورك 3 إعجابات بس أنت ساهمت ودافعت واشتغلت، ولو كنت شخص عادي لا من المؤثرين ولا شيء، لو كنت أخت من الإخوات. أنا شو بدي أحكي لكم ولا شو بدي أكلمكم عن الناس وعلى الاتصالات من السعودية ويمنيين من هولندا ومن أمريكا ومن هون، ويا معلم شو نساوي؟ شو هالفضل؟ والله من فرحتي ما بتتصدقوا إنه قلت يا ربي لك الحمد والشكر، إنه قديش الله فضل علي. صار معي هالموقف لأعرف مين بيحبني ومين بيعاديني، ولكو يلي عادوني ربي يسامحهم دنيا وآخرة. الله يسامحكم. لك حتى أنا كنت حامل بنفسي، هلأ الله يسامحكم، لأنه الله فضل على راسي. والله زاد الشغل وزاد الخير. في ناس لك أطفال صغيرة إجوا لعندي كاتبين لي وراء هون، كاتبين لي هدول الورقتين، أطفال بنتين صغار كاتبين لي هدول الوراق، وإجوا لعندي على المطعم وسألوا وينه المعلم، طلعوا لعندي أعطوني هدول الورقتين. شو هالفضل؟
شو هالكرم اللي من عند رب العالمين، فضل وكرم من عند رب العالمين. يعني أنا بدي أقول لكم شغلة، كم مرة صايرة بحياتك شيء اعتبرته شر وهو طلع خير؟ لا تخاف، رب العالمين ما بينساك من فضله. بس أنا عندي ملاحظة بدي نبهها، هذا الفيسبوك والواتساب وهدول المواقع التواصل الاجتماعي التيك توك وهدول والانستغرام، انت اليوم الله يرضى عليكم ويجبركم ويحفظكم لا تتسرع قبل ما تنشر شيء الا لتتأكد. لك حتى لو تأكدت اترك الناس بحالها، رب العالمين عرفان شو في بقلبنا وشو في بقلبك وشو في بقلب هذا. الرزاق ذو القوة المتين، هو الرزق بإيد رب العالمين. نحن من فضل الله تعالى عنا عدة مداخيل للرزق. أنا من 2006 هون موجود باليمن، من مصدرين الموز ومن مصدرين الفواكه، وعندي شغل بسوريا وعندي شغل هون وعندي شغل بمصر وعندي شغل بأكثر من بلد.